يا مساء الفل على عيونكم، مساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة، والنهاردة هنعمل مع بعض أحلى كيكة شوكولاتة بصوص شوكولاتة اقتصادي وجميل وسهل وسريع. هنعمل الكيكة دي من غير بيض من غير لبن، سهلة وسريعة جدا. وكمان هنعمل صوص الشوكولاتة دي من غير ما نستخدم أي شوكولاتة. شايفين الجمال والطعم؟ عايزة أقول لكم إن الكيكة هشة جدا جدا جدا، وطعمها خطير، وطعم الصوص معاها جنان. جربوها ان شاء الله وهتعجبكم. طريقتها بسيطة جدا وسهلة، امشوا معايا خطوة بخطوة هتعملوا معايا انجح كيكة سهلة وسريعة واقتصادية، بدون لبن بدون بيض بدون اي اضافات. احنا عاملينها بطريقة بسيطة جدا. يلا بينا على الطريقة. بس الاول قبل ما تشوفوا الطريقة اوريكم شكل المسام بتاع الكيكة وقد ايه هي هشة وطرية. شايفين شكلها هش ازاي؟ مش مكتومة خالص وطرية جدا. بحاول اوريكم كده طعمها وشكلها بالصوص. لازم ابعت لكم والله طبق كل واحد فيكم من كتر جمالها وطعمتها. هتجربوها وتبطلوا تعملوا كيكة العادية خالص. يلا بينا على الطريقة. اول حاجة معايا هنا كوبايتين من المية. زي ما قلت لكم احنا هنعمل الكيكة دي من غير ما نستخدم لبن، هنستخدم مية من الحنفية كده عادي خالص. هحط عليهم كوباية ونص من السكر. خطوة بخطوة معايا كده، الموضوع بسيط جدا. يبقى أنا استخدمت هنا كوبايتين من المية، حطيت عليهم كوباية ونص من السكر، هحط عليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا. لو حابة تستخدمي فانيليا سايلة مفيش أي مشكلة خالص، حطي نقطتين 3 من الفانيليا السايلة. حط كمان عليهم كوباية من الزيت. ودي المكونات السايلة بتاعتي. أنا هستخدم هنا البلندر علشان خاطر أوريكم في التصوير كل حاجة ولون الحاجة ازاي. انت تقدري في الخطوة دي تستخدمي الخلاط العادي، مفيش أي مشكلة خالص. عايزة أقول لكم إن الكيكة دي بسيطة وسهلة جدا. بنتي بقالها يومين بتتجنن، عايزة تعمل عايزاني أعملها في البيت كيكة. وانا كل ما افكر اعمل كيكه اقول لا، الكيكه بقت غاليه دلوقتي. بفكر زي ما انتي بتفكري كده كست بيت، اللبن والبيض والحاجات بقت مكلفه جدا. قلت لا، لازم اعمل معاكم الكيكه دي لانها سهله وبسيطه جدا ومش مكلفه على الاطلاق. يا دوبك عندك شويه دقيق وميه هتعملي احلى كيكه. نيجي بقى للمكونات الجافه. لازم ندخل مكونات الجافه مع بعض. معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، طبعا مستخدمه نفس الكوبايه اللي انا استخدمتها في كل المقادير. حطيت عليها ربع كوباية من الكاكاو الخام الأسباني. مهم أوي تستخدموا نوع كاكاو نضيف عشان يديكم ريحة حلوة. وأحط عليها كيس من كيك شيف، وممكن تستخدموا كيس بيكنج باودر زي ما متوفر عندكم أو زي ما تحبوا. أحط كمان رشة من الملح، ذرة كده بسيطة من الملح بتدي طعم حلو قوي وبتظهر طعم الكاكاو. وكمان هحط اخر مكون معانا وهي نص معلقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم او الكربوناتو. حاجة كده بسيطة خالص. وهننخل المقادير دي الجافة على المقدار السائل اللي احنا عملناه. دلوقتي هوريكم شكل وقوام الكيكة بتاعتي. مهم قوي انتوا بتعملوا وتجهزوا الكيكة بتاعتكم تكونوا مسخنين الفرن قبل ما تشتغلوا في الكيكة عشان الفرن يبقى سخن. اول ما تيجوا تدخلوا فيه الكيكه زي ما انتم شايفين كده. هجيب المضرب اليدوي. خلاص انا يا دوبك ضربت بس كوبايتين الميه، عليهم كوبايه ونص سكر، عليهم نص معلقه صغيره من الفانيليا، وكمان عليهم كوبايه من الزيت. دول ضربتهم مع بعض. بعد كده نزلت بالمكونات الجافه بتاعتي عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، عليهم ربع كوبايه من الكاكاو، حطيت عليهم كيس من البيكنج باودر او كيس من الكيك شيف. انا النهارده استخدمت كيك شيف. ونص معلقه صغيره من كربونات الصوديوم او بيكربونات الصوديوم. وحطيت رشه من الملح وبس كده. زي ما انتم شايفين مكوناتي مفيش ابسط ولا اسهل من كده. دخلتهم مع بعض وذره بس من الملح تظهر لنا طعم الكاكاو وتخليه حلو. مهم قوي واحنا بنضرب بالمضرب اليدوي نضرب في اتجاه واحد عشان ما نهبطش الكيكه والهواء او فقاعات الهواء اللي احنا عملناها ما تهبطش معانا. تعالوا اوريكم القوام بتاع الكيكه. لا هو تقيل ولا هو خفيف، زي ما انتم شايفين كده بينزل من المعلقه بكل بساطه. هو ده القوام المناسب. لو حسيتوا ان الكيكه بتاعتكم تقلت معاكم جامد ممكن تضيفوا شويه صغيرين من الميه، لكن انا بالنسبه لي القوام مناسب جدا. هقرب لكم بس شويه من المقدار عشان عايزه اوريكم قد ايه الفقاقيع بتاعه الهوا دي. هي ده اللي احنا ضربناها في اول خطوه. عملت لنا الفقاقيع دي وهي دي اللي هتدينا الهشاشه بتاعه الكيكه وهتخليها قمر قوي. معايا هنا صينيه مقاس 26. ممكن تستخدمي المقاس الاصغر كمان لو انت حابه.
هبدأ أجيب أي مادة دهنية. أنا استخدمت زيت دهنت بيه الصينية، وبعد كده حطيت شوية من الدقيق وبدرت بيها الصينية بالكامل، وبعد كده حطيت مقدار الكيك بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، وهجيب خلة أسنان أو خلة الشيش تاووك، وأبدأ ألفها كده بشكل دوائر علشان الكيكة كلها تطلع ارتفاعها واحد، ومتلاقيش الجزء اللي في النص قابب قوي والجزء اللي من على الجناب مهبط. بعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الفسطاني، بتاخد حوالي من ساعة لربع ساعة. يعني انت ممكن من أول ساعة لربع أو أول ما تشمي ريحة الكيكة ممكن تفتحي عليها وتحطي خلة الأسنان. لو لقيتيها طلعت من غير أي صوص عليها أو أي سوائل عليها، يبقى كده الكيكة معاكي جاهزة. ما تفتحيش عليها قبل ساعة الا ربع علشان ما تهبطش منك. هنجهز بقى صوص الشوكولاتة بتاعنا، صوص اقتصادي وسهل وسريع جدا. معايا هنا كوباية من المية، وممكن تستبدليها بكوباية من اللبن لو متوفر. هحط عليها نص كوباية من السكر، ربع كوباية من الكاكاو. هقلبهم كويس قوي على البارد زي ما انتم شايفين كده، وهنبدأ نرفع المقدار ده على النار. هبدأ أرفع المقدار ده على نار عالية في الأول. اول ما يبدأ الخليط يغلي معاه، هوريكم دلوقتي الخليط بيغلي معايا ازاي. في الاول بيبانلك ان الصوص او الخليط بيكون خفيف، بعد كده بيبدأ يتقل معاكي على النار. شايفين هنا بدأ الصوص بتاعي يبدأ يغلي على النار. هبدأ اهدي النار شوية صغيرين واخليها على نار متوسطة، وافضل اقلب تقليب مستمر لحد ما الصوص بتاعي يبقى جاهز. لازم الصوص بتاعي يتقل شوية على النار. هوريكم دلوقتي تعرفوا ازاي ان الصوص تقل معاكي. الصوص ده اخد معايا حوالي تلت ساعة لنص ساعة على النار لحد ما تقل معايا. لو انتي حاطة بدل المية لبن، الصوص ده هيتقل معاكي في مجرد 10 دقايق، لكن عشان احنا حاطين مية بياخد وقت عبال ما بتتبخر المية ويبدأ يتقل معانا. شايفين العلامات اللي على المعلقة دي معناها ان الصوص تقل معانا وبقى جاهز. هنطفي عليه النار ونبدأ نصبه في اي طبق على جنب او اي بولة او اي دورق عندنا او اي حاجه كده ببوز عشان نقدر نصب بيها، ونسيبه يبرد تماما. ده شكل الكيكه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن. عايزه اقول لكم كيكه هشه وجميله. حطيت فيها خله او عصايه الشيش تاووك وطلعت نضيفه زي ما انتم شايفين كده من غير اي حاجه. دي معناها ان الكيكه مستويه حلو وما عجنتش معانا ولا اي حاجه، وطعمها هيطلع ان شاء الله جميل. طبعا هي اخدت معايا ساعة الا ربع. طبعا بتختلف من فرن لاخر. انا مشغله عليها الفرن من تحت، حطيتها في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. سبت طبعا الصوص بتاع الشوكولاتة ده لحد ما برد تماما على الرخامة، وبعد كده بدأت اصبه. طبعا بنصب الصوص بيكون بارد والكيكة بتكون باردة زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنا سأسكت قليلا على المنظر الفظيع ده. عايزة اقول لكم ريحة الكيكة مع الصوص والطعم خطير خطير. طبعا تقدروا بعد ما تسقوها بصوص الشوكولاتة تدخلوها التلاجة تسقع شوية لو حابين، او تقدموها على طول مباشرة. عايزة اقول لكم ان احنا عملنا اسهل طريقة لصوص الشوكولاتة. في طرق كتير ممكن نعمل بيها صوص الشوكولاتة. ممكن تعملوه بشوية ب50 جرام مثلا من الشوكولاتة الخام مع ربع كوباية من اللبن، وهيبقى صوص جناش خطير. هنقلب بس اللبن يكون سخن جدا وبيغلي، ونحط فيه شوية من الشوكولاتة وندوبهم مع بعض، وبعد كده نسقي بيهم الكيكة هيطلع خطير. وممكن كمان تعملوا شوية من اللبن، كوباية من اللبن عليها معلقة من الزبدة، وعليها معلقة ونص من النشا، وقطعة أو بلوك من الشوكولاتة حوالي 50 جرام، وتدوبوه على النار. برضه هيطلع معاكم صوص شوكولاتة تقيل وجميل جدا. وفي ناس كمان بتحط في صوص الشوكولاتة لبن بودرة. طبعا كلها أذواق وزي ما تحبوا. أنا حبيت أعمل لكم النهاردة كيكة سهلة وسريعة ما تاخدش معاكم وقت. ما استخدمناش بيض، ما استخدمناش كريمة، ما استخدمناش لبن. عملنا كمان صوص شوكولاتة سهل وسريع عملناه بالمية، يدوبك استخدمنا كاكاو فقط. هنعمل مع بعض أحلى كيكة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. هستنى آرائكم وتعليقاتكم في الكومنتات تحت. لو لسه مكملين معايا الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك الأمر، وتدوسوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني في وصفات أخرى. وأتمنى لكم مشاهدة سعيدة، وانتظروني في وصفات أخرى. باي باي.